أسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا كلنا شفنا الحكم الصادر على مرتضى منصور اللي هو رئيس نادي الزمالك سابقا والمستشار السابق، والآن حاليا يطلقون عليه المسجون حاليا، لأنه هو فعلا الآن أصبح مسجون. هذا يعتبر في مصر رقم واحد في السيديهات، في الفضايح، ملك الفضايح، ملك السيديهات. ما في فنان، ما في سياسي، ما في مشهور، ما في إعلامي، ما في لاعب، ما في أي أحد في مصر مرتضى منصور ما عنده فيديوهات أو فضايح له. الوحيد. انتم مستوعبين انه الوحيد، هو الوحيد اللي عارف كل حاجة، ما باقي الا يقول عامل النظافة انا كمان عندي سيديهات عنه. وبعدين ناهيك، يعني ما يحتاج اقول لكم مرتضى منصور وش بيطلع يسوي. سب وشتم في الأعراض، انتهاك أعراض، والسب والقذف، ما خلى أحد ما سبه ما قذفه ما لعن في أهله وبالقزمة ومصر يعني. انتم نايمين وصاحيين على سب وقذف مرتضى منصور لأمهات مصر، ما يحتاج أن أقول لكم. فاتح له قناة وطالع يسب ويشتم في اللي يخطر على باله، يسب ويشتم ويسوي اللي يبغاه. ما خلى أحد ما سجن، ما رحم أحد. ولكن الحكم اللي هو الصادر على مرتضى منصور في موضوع الخطيب بشهر، فأنا أحب أقول لكم أن النظام في مصر، هل تعتقدوا أنه بعد شهر مرتضى منصور راح يطلع؟ لا. أصلا أي أحد يكون مسجون في أي مكان في العالم يقولوا له لازم نسوي عليه بحث وتحري، أن الرجال هذا ما يكون عليه مطلوب في قضايا ثانية. إذا كان مطلوب في قضايا ثانية يتحفظ عليه إلين ما ينعرض على النيابة. وقيدوا مرتضى منصور عليه شكاوي إلى الليل، سب وقذف. عمرو أديب من ضمنهم. لا تنسوا أنه هو طلع وسب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى البلاوي، ومرة تعدى على السيسي، ويعني عليه قضايا سب وقذف إلى الليل. وعلى قولتهم إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه. ومرتضى منصور هو اللي وقع نفسه بنفسه، يعتقد انه هو دائما خارج القانون وانه هو فوق القانون، وانا مستشار وما في احد يقدر يسوي لي اي حاجة، وما في من عارف ايه، واخذ عياله بشغل البلطجة. يعني انا نفسي اعرف كيف مستشار وبلطجي وعياله بلطجية واخدين الدنيا كلها باليد وبالدراع وبالسب وشتم الاب وشتم الام، وما خلى ولا بقى ولا اي حاجه. سبحان الله. مرتضى منصور اللي كان شغلته انه هو يسجن الفنانين والفنانات ومن عارف ايه ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بقدرة قادر. محمد الخطيب اللي هو يعتبر الكابتن محمد الخطيب يعني قمة الأخلاق، حتى في الخلاف مع محمد الخطيب. والله العظيم أخلاق. أول مرة أشوف واحد وإنت مختلف معاه في قضية يتعامل معاك بكل أخلاق، بكل احترام، بكل تقدير، إلا مرتضى منصور. هو الوحيد الخلاف عنده سب وقذف وانتهاك أعراض وإهانات وسب ولعن. ما يختلف معاك على القضية، يختلف معاك أنت شخصيا. يا أخي مشكلتك، نحن قضيتنا في النادي، قضيتنا مادية، قضيتنا أبوك وأمك وأهلك، وما يخلي ولا أي أحد. الآن مرتضى منصور اللي سوى هذا كله، شوف بقدرة قادر. مهما كنت ما كانت عندك من سلطة، من مال ومن نفوذ وكل حاجة، الله عز وجل ما يمهل ولا يهمل. أعطاك مرة واثنين وثلاثة، لعل وعسى مرتضى منصور يهتدي ويرجع، ولكن هو جاب على نفسه. ناهيك الآن دحين في الدعاوي اللي حتطلع عليه، القضايا اللي راح تنفتح في نادي الزمالك، سواء إذا كان في فساد إداري أو فساد مالي. كل ده مرتضى منصور الآن راح يواجه في القضاء. يعني بدال ما أنت تطلع يا مرتضى منصور أتوقع أنه حتى كمان رمضان في السجن، بدل ما هو يطلع مع أهله ويطلع. والآن كل المحامين طالعين. والله نحن نتمنى من الكابتن محمد خطيب بكرم أخلاقه أنه يتنازل. بعد ما هان فيه وسب وشتم وما خلى ولا بقى في الكابتن محمد خطيب. الآن طالعين، مو هو هذا قال ما حدش يقدر علي؟ ربنا يقدر عليك يا مرتضى منصور، ربنا يقدر عليك. وهذه هي النتيجة انك انت الآن ورا السجن، خلاص في السجن الآن، محروم من عيالك،
انسى حتى لو طلعت، انسى انك انت تترشح لرئاسة نادي الزمالك، انسى خلاص. ضيعت عليك كل حاجة، من مستشار ورئيس نادي الى مسجون حاليا، ما استفدت حاجة. شغل البؤ اللي انت دائما تسويه على المصريين وفي التلفزيون والشتم، ما استفدت حاجة. شغل والله العظيم انا ذكر وما حد يقدر علي، ما حد شوفها، ما استفدت ولا أي حاجة. الأخلاق، أخلاقك هي اللي تخليك تكسب الناس. ومحمد الخطيب بغض النظر إذا القضاء أو القانون أنصفه، أخلاق محمد الخطيب هي أنصفته أمام الناس وأمام المجتمع وأمام الجمهور. وإنت أخلاقك يا مرتضى منصور خلتك تخسر الناس وتخسر المجتمع، وكسبت بدل ما تكون رئيس ومستشار أضيفت إليك سجين حاليا.